السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قام المراقبة في المكان دي يولي الله عز وجل مطلع عليك، فلا تخفى عليه معصيتك فاحذر أن يراك على معصية، ولا تخفى عليه طاعتك فلا تخشى أن تضيع طاعتك عند الله عز وجل. يعني ذوك الركعات اللي تتصليهم جوف الليل أو ديك الصدقة اللي كتحرى أنه ما يشوفك حتى واحد ما تخافش عليها لا تضيع. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ولكن في نفس الوقت إياك أن تتجرأ على معاصيه. علاش؟ لأن الله عز وجل إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وفي نفس الوقت الدري تتعلم المقام الثاني هو اليقين على موعود الله عز وجل في الرزق. ثم مر معه إلى قدينا هذه العقيدة، قدينا هذا التوحيد. والتوحيد نعم سيدي راه خصو علامة ظاهرة. الهضرة ديال الإيمان في القلب، عرفنا الإيمان في القلب، احنا عرفنا الإيمان في صار عارفين الإيمان في القلب، ولكن النفاق فين كاين تا هو؟ في القلب. والغل فين كاين؟ في القلب. والحسد فين كاين؟ في القلب. والخشية فين كاينه؟ في القلب. والإنابة الأصل ديالها فين كاين؟ في القلب. كل هالأعمال ديال القلوب كلها في القلب، لكن ما الذي يظهرها ويخرجها إلى الواقع لتثبت شهادة الناس بعضهم على بعض أمام الله عز وجل؟ بالأعمال. فذكر العبادات. يا بني أقم الصلاة. وغالبا من الإنسان تيبدا يدخل في سلك الطاعة، بغينا ولا كرهنا. كاع الحياة اللي جالسين هنا دازوا من هذه الماكينة هذه، ونطلب الله نكونوا من دوك اللي خرجوا منها بسلام. هو أنه ملي كتبدا تلتزم وتبدا تصلي كتبدا تحس براسك باللي انت اللي مؤمن في الإقليم كامل. كتدخل الدار باقي كتفرجوا في هذا الشيء واش شريف بشويه راه يلاه والبارح راه كانوا يتضاربوا معك باش تجلس. ملي كاينوض تنوض تشطح في العبس راه حتى كتبقى حتى الاخر دير لهم الشوه فين ما كنمشيو كيبقاو مضاربين معاك تجلس. شريف راه باقا النمره ديالها باقا كتبيب بيك. لا ما كضحك راه باقي الطفايات اللي كنتي كطفي فيهم الكارو باقي مضاربين معاهم تيحكوا فيهم، باقي الاثر ديال الكارو ما تحيدش. باقي والله الا باقي ما تحيدش. وجيتي ودخلتي بديتي تقول له داكشي اش قال ليه من وراها مباشره: ولا تصاعر خدك للناس. الدفاع كبير لعباد الله سميتو هذاك سميتو ماشي من الاخوه. كتقول لي كيفاش زعما الاخوه زعما فهمتيني؟ لا والله ما فهمتك. كيفاش زعما الاخوه؟ انا اللي كنعرف انما المؤمنون اخوه. باقي ما لقيت شي حاجه فيها ان اصحاب النادي الفلاني ولا ان اصحاب التوجه. مؤمن كيقول لا اله الا الله خوك نقطه الصدر. لا راه فهمتيني والله ما فهمتك اش باغي تقول لي. لا عباد فهمتيني ماشي اخ ماشي منتهي. واخا شنو زعما حيت محسن واش حيت محسن شنو ولا اخت؟ راه باقي خوك هذاك. ربما هو مفرط والله اعلم بعذره، حيت لا حطيتك انت خدام الخدمه اللي خدام هو، وربما مسكين حسنها اللحيه. نخاف عليك لا حطيتك في الخدمه ديالو هو ربما تحسنت الدين كامل. صحيح هو راه عنده مخالفه في هذيك المساله، لكن ربما نقدر نلقاه ما خرج كل يوم ما تيخرج من دارو حتى كيبوس الرجل ديال امو. علاش كيخرج؟ انت اخبار بر الوالدين عندك كي دايره الاخ؟ هذه المسائل لا بد من معالجتها. علاش؟ حتى تتسرب ذلك الكبر يتسرب الى القلب. فقال لي: ولا تصاعر خدك للناس. ما قال لي ولا تصاعر خدك للمسلمين، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. منهم من يمشي على بطنيه، منهم من يمشي على رجليه، ومنهم يمشي على 4. انت خليك تمشي على رجلين. واقصد في مشيك. ومن هنية القصد تبلغ كي قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ثم ضرب مثلا بصوت من الأصوات المنكرة التي تستهجنها أصحاب يعني القلوب ذات الذوق السليم، قال لي: إنها أنكر الأصوات لا صوت الحميد. فإنما هي 3 مكونات لغرس قيم الإسلام الحقيقية في قلوب الأولاد، تقوم على العقيدة ثم العبادات، أو العقيدة والعبادات والمعاملات مع الناس. هذه كلها تلقاوها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش مع القرآن ويتأوله. اللي قال سيدنا معاذ وهو يوصيه وغادي اليمن: اتق الله حيثما كنت، مع سيدر علاقتك مع سيدي ربي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. العبادات اللي كنتكلموا عليهم، وعلاقتك مع عباد الله، وخالق الناس بخلق حسن. تتقاد الخط العمودي، كتقاد الخط الأفقي، وكتقاد المستوى والفضاء
كتكون في امان الله وحفظه. خرجنا على هذا الشيء وبدينا كنفهموا ونعيقوا ونديروا كذا الى اخره. الواقع ديالنا يشرح لنا تفريطنا، بلا ما نبقاو نحتاجوا فين وصلنا. نظره يعني بسيطه صغيره عاجله على الواقع الذي نعيشه تبين لك مواطن الخلل.